امين. تحل علينا نعمته وبركته من الان والى الابد امين. النهارده سمعنا في انجيل القداس من انجيل معلمنا ماري يوحنا، سمعنا ايتين كده عايزين نربطهم ببعض. اول ايه بتقول يسوع المسيح الابن بيقول خرجت من عند الاب واتيت الى العالم. بعد كده بعد يبقى 5-6 ايات يقول كده هو لست وحدي لان الاب كائن معي. لو واخدها كده بالمعنى السطحي اقول ازاي يا رب خرجت من عند الاب واتيت وبعدين يقول لست وحدي لان الاب كائن معي. دي كده هتفسر لنا بسرعه عقيده الثالوث القدوس. مهم جدا في 5 دقائق كده هنقول فكره عنها. مهم جدا اكون عارف عقيده الثالوث. انا كانسان مسيحي لازم اكون عارف يعني ايه الثالوث، يعني ايه اب، يعني ايه ابن، يعني ايه الروح القدس. هوشع النبي كده قال لنا كده هو هلك شعبي من عدم المعرفه. لو انا مش فاهم يعني ايه الثالوث هوصل لمرحله الهلاك. رسالة معلمنا يهوذا كده يقول كده ابنوا أنفسكم على إيمانكم الأقدس. يعني لما أكون فاهم العقيدة زي كده الهيكل الخرساني لأي مبنى، أكون قوي وأكون ثابت في الإيمان، بالذات في الأيام اللي إحنا فيها وبنسمع حاجات كتيرة جدا بره. لازم أكون فاهم إيماني كويس قوي عشان خلاص نفسي وعشان أي حد بيسألني أكون فاهم يعني إيه الثالوث. هنقولها كده في 3 دقائق بسرعة عشان نعرف نفهم ما هو الثالوث القدوس. هنسمع 3 كلمات: مساواة، تمايز، شركة. عشان نشرح الثالوث القدوس هنشرحه في 3 كلمات: المساواة رقم 2، التمايز رقم 3، الشركة. أول حاجة المساواة، الثالوث الآب والابن والروح القدس متساويين في الطبيعة، متساويين في الجوهر، متساويين في الإرادة، ليهم كل الخصائص الخاصة باللاهوت. الآب يخلق، الابن يخلق، الروح القدس يخلق. الآب ضابط الكل، الابن ضابط الكل، الروح القدس ضابط الكل. الآب أبدي وأزلي، الابن أبدي وأزلي، الروح القدس أبدي وأزلي. يبقى في مساواة، طبيعة واحدة، جوهر واحد، إرادة واحدة. تمام؟ ده كده الإيه؟ المساواة. يبقى الثالوث القدوس متساوي بلا انفصال، طبيعة واحدة، إرادة واحدة، جوهر واحد. نخش على الكلمة الثانية، التمايز. طب ليه هم 3 طالما هم حاجة واحدة؟ ليه طالما متساويين في الطبيعة والجوهر؟ ليه 3؟ نخش بقى على رقم 2 اللي هو التمايز. كل واحد من دول اسمه أقنوم. أقنوم دي كلمة سريانية، يعني ما فيهاش بالظبط بالعربي بس نقدر نفسرها كده نقول كائن إلهي حقيقي له شخصيته الخاصة. كلمة أقنوم عشان نقربها باللغة العربية كائن إلهي حقيقي له شخصيته الخاصة. كل واحد بيتميز في ال3 أقانيم بشيء. الآب هو الينبوع لا يرى، الآب هو الينبوع الذي لا يرى. طب الابن مولود من الآب. طب الروح القدس منبسط من الآب. ده التمايز الأقنوم. كل واحد في الأقانيم ال3 في شيء بيميزه. الآب ينبوع لا يرى، الابن مولود من الآب، الروح القدس منبسط من الآب، ولكن بلا انفصال، طبيعة واحدة. ولما بقول الابن مولود من الآب مهم جدا نعرف الكلمة دي، أنا بنسمعها كتير. يعني إيه الابن مولود من الآب؟ لما أقول كلمة مولود من الآب معناها 4 فروقات بين ولادة الابن من الآب وولادة كافة المخلوقات. يعني إيه 4 فروقات؟ أول حاجة ولادة الابن من الآب رقم 1 بدون زواج بشري زي المخلوقات، كان بدون زواج بشري. رقم 2 ولادة الابن من الآب بلا انفصال. يعني في المخلوقات لما الأم بتولد ابنها بيبقى في انفصال، ولكن ولادة الابن من الآب بلا انفصال. 3 ولادة الابن من الآب بلا انقطاع، ولادة مستمرة ما بتنقطعش ابدا. 4 ولادة الابن من الآب ولادة بلا أسبقية. يعني مش الآب يسبق الابن أو الابن يسبق الآب، لا، الآب والابن أبديين والآب والابن أزليين. يبقى دول ال4 فروقات بين ولادة يسوع المسيح أقنوم الكلمة من الآب وولادة المخلوقات بلا زواج بشري، بلا انفصال، بلا انقطاع، بلا أسبقية. معلش هو كلام العقيدة يمكن يكون طويل شوية بس لازم أكون عارفه. ما ينفعش انا انسان مسيحي وما اعرفش يعني ايه ثالوث. لما حد يسالني ما اعرفش اشرحه له، لا اعرف اشرحه له. يبقى بلا انفصال، بلا اسبقيه، بلا انقطاع، بلا زواج بشري. ده اقنوم الابن، ده اللي بيتميز بيه الابن اللوث. عشان افسرها لكم كده، لو انا جت فكره في دماغي بقول الفكره اتولدت من العقل. ده كده يعني حاجه نقربها كده، هو ده ولاده الابن من الاب مثل ولاده الفكره من العقل. طب الفكره دي عشان اقولها لكل حضراتكم هعمل ايه؟ هستخدم الكلمه. هو ده بقى فعل التجسد، هو ده كلمه خرجت من عند الاب.
خرجت احد تعبيرات التجسد. يبقى الكلمه اتولدت من العقل، الفكره اتولدت من العقل، وعشان اقولها لحضراتكم كلها هستخدم الكلمه، هجسدها لحضراتكم واقول الكلمه. هو ده فعل التجسد. كده كلمه النهارده خرجت من عند الاب، هو ده احد تعبيرات التجسد. ابن الله الوحيد مولود من الاب. طب الروح القدس منبسط من الاب ويمشي عليه نفس الاربع فروقات اللي احنا قلناها، بلا زواج، بلا انفصال، بلا اسبقيه، بلا انقطاع. يبقى كده قلنا المساواه وقلنا الايه؟ التمايز. اخر حاجه عشان نشرحها الشركه. في شركه بين الثالوث القدوس، بين الاب والابن والروح القدس، شركه في كل شيء. كل عطيه صالحه من الاب في الابن بالروح القدس. اي عطيه صالحه من الاب في الابن بالروح القدس. في شركه عمل بين الثلاثه في الخلق وفي الفداء وفي الرعايه لكل واحد من ابناء البشر. يبقى دي في شركه. يبقى احنا كده عرفنا الثالوث في 3 دقائق. مساواه في الطبيعه والجوهر، تمايز في الاقانيم، الاب ينبوع، الابن مولود بلا انفصال، بلا اسبقيه، بلا انقطاع، الروح القدس منبسط من الاب. واخر حاجه في شركه، لان كل عطيه صالحه من الاب في الابن بالروح القدس. هذا كده بالظبط الثالوث القدوس. والثالوث كله ظهر من الاسبوعين لما كنا بنحتفل بعيد الظهور الالهي، لما يسوع المسيح تعمد في نهر الاردن. الاب اتكلم من السماء، قال هذا هو ابن الحبيب الذي به سرور. الابن اللوجوس بيتعمد، الروح القدس حل على شاهد حمام. يبقى كده الثلاث قنين ظهروا مره واحده في عيد الظهور الالهي. مهم جدا نفهم عقيدتنا ونقول تاني: هلك شعبي من عدم المعرفه. ما ينفعش اكون انا مسيحي وانا مش عارف كل حاجه في عقيدتي. يا ريت كل شويه كل اسبوع نسمع وعظه نعرف حاجه في العقيده. احنا كلنا بنحب نسمع دايما فضائل ومحبه الله والتوبه، بس مهم جدا ان احنا نذاكر كلنا في العقيده، بالذات في الزمن اللي احنا فيه دوت، عشان نعرف من اجل خلاص نفوسنا ومن اجل خلاص كل الناس اللي حوالينا. لإلهنا المجد الان وكل اوان والى دهر الدهور.